أحل الفنان المصري حسين فهمي ضيفا على برنامج الإعلامي بسمة وهبة، حيث تناول اللقاء العديد من المحاور المهمة في مسيرته الفنية وحياته الشخصية. ومن بين أبرز المواضيع التي تناولها حسين فهمي كانت وفاة الفنانة المصرية سندريلا الشاشة سعاد حسني، مؤكدا اعتقاده بأنها قتلت ولم تنتحر. وأوضح حسين فهمي أنه كان على تواصل مع سعاد حسني قبل وفاتها ب3 أيام، حيث اتفقا على العمل معا في مشروع فني جديد مما ينفي احتمال انتحارها. وأشار إلى أن سعاد حسني كانت تتناول أدوية مهدئة، وكان بإمكانها زيادة الجرعة إذا أرادت إنهاء حياتها بدلا من قص السلك وإلقاء نفسها من النافذة. وأضاف حسين فهمي أنه استفسر عن واقعة وفاتها، وأبلغه الأطباء بأن الشخص الذي ينتحر لا يستطيع الابتعاد أكثر من 1.5 متر عند القفز من النافذة. بينما وجدت جثة سعاد حسني على بعد 5 أمتار من المبنى دون وجود دماء حولها، مما يشير إلى احتمال تعرضها للقتل. كما أشار إلى أن سعاد حسني لم تكن تعاني من مشاكل مالية، حيث سحبت كل أموالها من حساباتها قبل وفاتها ثم اختفى المال، مما يعزز فرضية تعرضها للسرقة والقتل. وجدير بالذكر أن وفاة سعاد حسني عام 2001 بإنجلترا أثارت جدلا واسعا، ولا تزال وفاتها لغزا حتى الآن.